السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما القضية تاع جمال بالماضي مع والد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، واللي مازال ما فاتش لحد الآن. القضية هي ماهيش قضية تاع أموال أو قضية إدارية. وكان كانت قضية إدارية أو كانت قضية مالية، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عنده الحق ينهي مهام المدرب الوطني جمال بالماضي. تكون قضية إدارية، ما عندها تنهي العقد، ما عندها تقدر تخلصوا حتى نهاية العقد، وهذه ما يش مشكل ويتعاملوا بها في كل النوادي وكل المنتخبات الوطنية على مستوى الدولي أو على مستوى العالم. لأنه احنا كانت عندنا قضية من قبل في 2017 مع المدرب الكاراس. كانت الإقالة نتاع الكاراس، وكان راح للفيفا وكانوا خلصوه مدة تاع 3 سنوات، يعني حتى نهاية العقد تاعو في 2020. معناتها استقالة أو إقالة جمال بالماضي لو كانت قضية إدارية ماهيش مشكل، هي قضية على المستوى السلطات العليا. لأنه عند نهاية اللقاء تاع موريتانيا كان والد صادي كان قال جمال بالماضي، قالوا لازم دير الاستقالة نتاعك. جمال بالماضي قالوا لا نواصل حتى 2026. كان والد صادي قالوا لا، قالوا دير الاستقالة نتاعك لأن القضية راهي جاية من الفوق. واش معناتها من الفوق؟ على مستوى السلطات العليا. جمال بالماضي كان رفض الاستقالة، ووالد صادي ما قدرش يدير له الإقالة. لماذا؟ لأن القضية فعلا جاية من الفوق. يعني لو كانت تكون الإقالة تاع جمال بالماضي معناتها تجي من السلطات العليا، ماشي هو اللي يدير له الإقالة. حتى جمال بالماضي في 2020 لما جاه الضغط تاع البلاطوات هذو في الجزائر وجاه الضغط تاع الصحافة، كان حاب يستقيل، وكان عنده عرض من المنتخب المغربي قبل ما يجيبوا ألي لوزيتش باش يدرب المنتخب المغربي. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان استدعى جمال بالماضي إلى القصر الرئاسي، وكان عنده حديث معه ودار له ضمانات باش يقدر يخدم آلاز مع المنتخب الوطني وبلي ما تكونش عنده مضايقات. حاليا جمال بالماضي أكيد عنده قنوات كيفاش يتصل بالسلطات العليا. إذن حاليا القضية راهي في يد السلطات العليا، لأن والد صادي قال لك الأمر جا من الفوق، وجمال بالماضي عنده ضمانات من رئيس الجمهورية. إذن القضية راهي على مستوى السلطات العليا، ما هيش القضية على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. لو كانت القضية الاتحادية على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لو كان القضية هاي خلصت. إذن نحن ننتظر ما سيسفر عنه قرار السلطات العليا. حنايا أنا من بعيد ما فهمناش اسك كاين قرارات رئيس الجمهورية، كاين ناس ما همش يخدموا له، ما يخافوهش، ما يمتثلوش الأوامر تاع رئيس الجمهورية. لأن شفنا المدة حتى بعد استقبال جمال بالماضي من طرف رئيس الجمهورية بقات زادت المضايقات على جمال بالماضي. أكيد الناس هذو ما يخافوش رئيس الجمهورية. الحاجة الثانية سيكو داروا وزير الحماد، داروه سبيسيالمون باش ينحو جمال بالماضي، لأن حماد عاود جاب صادي، وصادي هو اللي راهو حاب ينحي جمال بالماضي. على مستوى الوزارة منتخب وطني ما ديروش الارضيات. اذا فعلا القضيه راهي مع المستوى السلطات العليا. شكون اللي يخاف، شكون اللي ما يخافش السلطات العليا وما يخدمش الارضيه المنتخب الوطني؟ عاد في الجزائر حتى بنادم يقول في التسعينات يخمم يقول بلي ما كاش منها مع راسو. كي تخمم فيها وحدك تحشم دولة كيما الجزائر ما ديرش أرضية المنتخب الوطني. إذا القضية هذه راهي على مستوى السلطات العليا، وإحنا ننتظر هل سيواصل جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني إلى 2026. وأنا نعرف بلي على شرط بلي جمال بالماضي أكيد راح ينحي هذو اللي راهم ما خلاوهش يخدم، أو تكون الإقالة تاع جمال بالماضي ويخلوا المجال الوالد صادي لأسباب لا نعرفها، ربما على مستوى السلطات العليا هم يعرفوا علاش. هذه هي إخواني. نحن في انتظار دائما قضية جمال بالماضي، الإقالة أو الاستقالة أو المواصلة. هذه هي، والسلام عليكم.